اقوم اقف تاني. طيب اقوم اقف تاني، يعني اقوم اقف لمصطفى شوبير الشوط التاني كله. مصطفى شوبير، انا مش عارف اقول لك ايه يا ابني. انت ايه اللي انت عملته الشوط التاني ده؟ رهيب يا جماعه. انا عايز اعرف ده ما بيلعبش ازاي في الاهلي اساسي الماتشات كلها. يعني مصطفى شوبير ده ما بيلعبش ازاي اساسي في الاهلي الماتشات كلها، دوري افريقيا، كاس رابطه، كاس مصر. لا الواد بجد مختلف. بجد مصطفى شوبير حارس مختلف وموهوب. موهوب بشخصية قوية. في حراس كتير موهوبة شخصيتهم ضعيفة. بالنسبة لي مثلا احمد الشناوي حارس الزمالك السابق وبيراميدز، حارس موهوب جدا ولكن شخصيته مش شخصية قوية، فبيجي في الماتشات الكبيرة اوقات كتير بينهار. محمد صبحي موهبة كويسة ولكن ما بيقدرش يحافظ على مستواه، ما بيقدرش يحافظ على نفسه، فما بيظهرش بالمستوى القوي وما بيديش ثقة لجمهوره. مصطفى شوبير حارس سنه صغير، حارس موهوب، حارس محافظ على مستواه، ومع ذلك ما بيلعبش اساسي في الاهلي. انا مستغرب. انا مستغرب، وترجع تقول لي ازاي الاهلي بيخسر نقط في الدوري، وازاي الاهلي، وازاي الاهلي. ما لازم يعني. فعالمي مصطفى شوبير.